فصلى ربنا الباري على نور الهدى. هذه قدرة رب العالمين. وفي هذا تفهم معنى الخصوصيات في تفلات سيدنا رسول الله. هذا الريق المحمدي صلى الله عليه وسلم هذا له خصوصيات. ريق رسول الله ليس كريقك يا إنسان. أنت ريقك ربما إذا أصاب بعض الجروح تسممت الجروح لما فيه من مكروبات وأوخام وشغلات وأوخام إلى آخره، ولكن ريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شفاء للمريض وغذاء للمغتني وبرء للكثير ويدفل في العين فتبرأ ويعود بصرها، ويدفل في البئر فتفوح منها رائحة المسك، وهكذا ويدفل في وجه إنسان فيرى النور في وجهه. ويعطي رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا من ريقه للأطفال الرضع فيستغنون عن الرضاع طيلة يومهم. كان أهل البيت رضي الله تعالى عنهم يأمرهم رسول الله رجالا ونساء أن يصوموا يوم عاشوراء، فكان فيهن النساء المرضعات، وربما كان النهار صائفا طويلا، فكان يأمر المرضعات أن تأتي المرضعة بأولادها الرضع في أول النهار، فيعطي الأولاد الرضع يعطيهم شيئا من ريقه عليه الصلاة والسلام، ويقول لأمهاتهن لا ترضعنهن حتى المساء، أي هذا الريق يكفيهم من الرضاع إلى المساء حتى يساعد الأمهات على الصيام بكفهم عن الرضاع، لأن الرضاع متعب يا إنسان. إذا كان ريقه غذاء للمغتذي يا إنسان. ولقد عطش سيدنا الحسن والحسين عطشا اشتد عليهم العطش في بعض الأسفار كما جاء في مسند أبي يعلى وغيره، فأخذ رسول الله الحسن رضي الله تعالى عنه ومصصه شيئا من ريقه فروي بعدما كان يبكي ويصيح من العطش، وأخذ الحسين رضي الله عنه وأعطاه شيئا من ريقه فروي وارتوى ومعنا يشكو الظمأ. إذن ريق سيدنا رسول الله له الخصوصية يا إنسان. ذاتيته الشريفة، ذرات جسمه الشريفة صلى الله عليه وسلم فياضة بالخير. ذراته الشريفة لا تنقاس بذرات جسمك يا إنسان، لا لا لا، فرق كبير. أما أنك تقول إن رسول الله جسم كأجسامنا، نعم رسول الله جسم ولكن لا كأجسامك يا إنسان. جسم مشرف مكرم منور مروحن يا إنسان. أنت على زعمك تصلي لله، ولكن حين تصلي وتعبد الله هل لله عليك تجليات يتجلى عليك بأسرار وأنوار ومشاهدات ومعارف كما يتجلى على رسول الله حين يسجد لله؟ لا والله. أين أنت من رسول الله يا إنسان؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حين يصلي، حين يسجد لله، حين يتوجه إلى الله، الله متجلى على رسول الله، الله متجلى عليه بالتجلي الأكبر يا إنسان، التجلي الأعظم الذي لا تتحمله لا أنت ولا الجبال معك يا إنسان. وهذا التجلي يعطي أسرارا وأنوارا، ويعطي أرواحا وقوى، ويعطي من المعاني الإلهية والبركات الإلهية ما لا تفهمه أنت. إذن يا إنسان هذا كله يسري في ذراته صلى الله عليه وسلم، ويسري في جزئياته وفي روحه وقلبه وسمعه وبصره وكل ذرة فيه. إذن هذا لا تنكره يا إنسان. أنت ما عندك تلك الخصوصيات، لا تلك الأسرار ولا تلك الأنوار ولا تلك المشاهدات ولا تلك الفيوضات ولا 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 يا إنسان. فاعرف لصاحب المقام مقامه، واعرف لصاحب الخصوصيات خصوصياته. وإذا لم تفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما خصه الله به ولم تعلم ما أعطاه الله بل جعلته في مستوى غيره ما عرفت محمد رسول الله. عرفت
وإنما عرفت رسولا موهوما في عقلك مخيلا، ولكن ما عرفت الرسول الحقيقي. فيجب عليك أن تؤمن بمحمد رسول الله الحقيقي كما هو محمد رسول الله، لا محمد الرسول المخيل في عقلك أنت، المحدود له حد عندك بنطاق معين ضمن عقلك، ضمن فهمك، ضمن ثقافتك المحدودة ما تجاوزها وتقول فوق ذلك ما نفهم رسول الله. قل له يجب أن تفهم رسول الله كما هو رسول الله، كما هو رسول الله مؤيد بالخصائص والمعجزات وخوارق العادات، وأن كل ذرة من ذراته الشريفة فياضة بالخيرات. وإذا أردت أن تفهم حقيقة هذا فاعرف لما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يوم حجة الوداع لما قص أظافره بعد أن تحلل. يوم حجة الوداع قص أظافره وفرقها على الصحابة. ولما لما حلق شعره الشريف صلى الله عليه وسلم متحللا وزعه على الصحابة، والصحابة كانوا يتقتتلون عليه، كل منهم يريد أن يكون عنده شعرة من شعرات رسول الله الشريفة المباركة، فلما وزعها عليهم؟ نعم، لما يعلم بما فيها من بركات وخصوصيات، ولما يعلم من أيضا اعتقاد الصحابة في هذه البركات، فلذلك وزعها عليهم وكانوا يحرصون عليها وكانوا يتبركون بها وكانوا يستشفون بها، وكانوا يأتون إلى أم سليم وعندها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فتخفض الماء تخفض الماء، هذه الشعرات تخفض في الماء